السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ عايزاكم قبل ما نبدأ الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة عايزة اكلمكم عنها. ناس كتير جدا بتقولي ليه مش بتقولي السعر بتاع الاجهزة اللي انت جايباها، لان يا جماعة الاجهزة اللي انا بوريها لكم دي اكيد مش ببقى لسه جايباها في الوقت اللي انا بصور الفيديو فيه. اوقات كتير جدا ببقى جايباها بقالي سنة سنتين تلاتة. مش معنى ان انا بصورها بالعلبة ان او مثلا انا ما استخدمتهاش او بستخدمها قليل يبقى كده الجهاز ده انا لسه جايباه. الاسعار بتتغير كل شوية وبالذات الفترة اللي احنا فيها دي. فهو والله العظيم مش يعني ان انا عايزه اضايقكم او ان انا مش عايزه اقول لكم اسعار. لما حد بيسالني بخش اشوف السعر في الاماكن يعني اللي بتبيع الحاجات دي، وبرد عليكم في الاسعار اللي موجوده حاليا. النهارده انا جايه اكلمكم عن المكوه بتاعت سوكاني. المكوه دي اللي هي بتبقى بخار. بس ممكن تاخديها في اي وقت انت مسافره فيه او اي وقت انت مثلا خارجه بره البيت وهتقعدي مثلا يومين ثلاثه وعايزه تكوي حاجه فمش بتعرفي تاخدي المكوه بتاعه البيت علشان بتبقى كبيره وكده. المكوه دي ترند جدا وعامله ضجه كبيره الفتره دي. فتعالوا اخرجها بره الكرتونه واوريها لكم وهقول لكم سعرها اللي موجود حاليا. انا مش لسه جايباها، بس هي يعني انا شايلاها عشان لو سافرت او كده فيعتبر عامله زي الجديده، فاللي يشوفها يعني انا بعرفكم ان انا مش لسه جايباها. بصوا ده شكل المكوه من يعني بعد ما خرجتها من الكرتونه هي بيجي معاها اللي هو ده المعيار ده علشان تحطي بيه الميه، وبيجي معاها الفرشة دي بتركبيها هنا كده عشان لما تيجي تكوي مثلا المكان ده ما يلزقش في الهدوم. تمام. بيجي معاها الخزان ده بتاع المية بنفتحه كده. ثواني افتحه واجيلكم. واحنا كده فتحنا المكان اللي احنا المفروض هنملى فيه المية، بنفتح من الجزء ده كده وبنملى بدي، بنملى فيها المية وبنملى بالطريقة دي، وبعد كده بنرجع نقفلها تاني. احنا بنشيل المكان ده بالزرارين دول بيبقى شكله عامل كده وبنرجعه تاني مكانه. وكده بتبقى جاهزة ان انتي يعني تشتغلي بيها. طبعا بتوصليها بالكهرباء وبتشتغلي بيها. اول حاجة هي حلوة جدا لان خفيفة يعني مش تقيلة، وغير كده عجبتني جدا ان نقدر ان احنا ناخدها معانا في اي مكان. كمان هي كان سعرها 750 في الاول او 800 وحاجة. دلوقتي موجودة على نون ب1200. موجودة في اماكن تانية ممكن تلاقوها ارخص، ممكن تلاقوها اغلى. كل مكان بيبقى ليه سعره. فعشان كده انا ما بحبش اقول الاسعار علشان مثلا ما اكتبش سعر يكون غالي وبعد كده انتوا تقولوا هو انت كاتبه سعر غالي ليه، لان انا ببقى شايفه في مكان معين فانتوا ممكن تشوفوها في مكان تاني ارخص او العكس، او يعني ممكن اقول لكم انا ارخص فتيجوا تشوفوها في مكان تاني تلاقوها اغلى. علشان كده انا ما بحبش اكتب الاسعار او اقولها في الفيديو. لما حد بيسألني بشوفها في الاماكن وبكتب لكم السعر. انا حبيت اقول لكم الكلام ده في الفيديو ليه، لان كان في كومنت كده حد قال لي هو انت يعني هيحصل لك ايه لو انت قلتي السعر. فوالله انا يعني دي حاجه مش هتبقى صعبه عليا ان انا اقول لكم الاسعار. فطبعا الفيديو كمان حتى لو انا جايباها يعني لسه جايباها، يعني حتى لو انا لسه جايباها الفيديو ساعات بيتشاف بعد فترة. فطبعا الاسعار مش هتفيد حد بحاجة لما انا اقولها. اي حد هيسألني سعرها ايه هكتب له السعر اللي انا شايفاه في البيدجات وفي في الاماكن اللي انا عارفة السعر فيها دلوقتي في الوقت اللي هو هيسألني فيه.
علشان السعر بيتغير زي ما انا قلت لكم. ريفيو بتاعي عنها ان هي حلوة جدا، قوية وبتفرد الهدوم حلوة قوي. بنصح اي حد يجيبها لو حابب يجيب مكوة للسفر او يتنقل بيها، او مثلا اللبس الكلاسيك، عشان ساعات مش بنبقى يعني حابين ان احنا نكويه على ترابيزة مكوة ومكوة وكده. دي بتبقى بتكوي الحاجة متعلقة. كمان حلوة قوي للستاير والمفروشات، ان انتي تبقي بتكويها وهي في مكانها. فالصراحة استخداماتها حلوة قوي وعجبتني جدا، ان هي يعني بتنجز حاجات كتير المكوة العادية مش بتعملها. بنصح اي حد لو حابب يجيبها، هي حلوة جدا. وده كان الريفيو بتاعي عن المكوة، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وسلام.